مصر فيها سياحة كتير، وفيها أماكن كتير مجهولة ومنعزلة، وده زي البلد اللي احنا فيها دلوقتي. سيوة. واحنا النهاردة وسط سيوة، جايين نشوف واحد من أغرب الفنادق اللي موجودة في العالم. فندق بيرجعك للزمن وبيخليك تقعد مع نفسك وبس. ولأن الفندق ده مفيش فيه كهرباء ولا نت ولا غاز، ولغاية دلوقتي لسه بيستخدموا فيه الشموع علشان ينوروا الفندق. فندق فريد من نوعه، لا فيه تلفزيون ولا تليفون ولا تكييف ولا أي تكنولوجيا. كل حاجة هنا من الطبيعة ومن البيئة الصحراوية. فندق الجبل الأبيض أدرار ملال. احنا النهاردة في مصر علشان نشوف واحد من أغرب وأغلى الفنادق اللي موجودة في العالم. وبالتحديد عند أغرب فندق في العالم، وده اللي موجود في واحد سيوة. وأغرب وأغلى فندق ده فريد من نوعه، لا فيه كهرباء ولا تلفزيون ولا حتى تليفون وتكييف. واحنا لسه في أول يوم والفندق ده اسمه أدرار مال، وده اسم الفندق باللغة الأمازيغية، واللي ترجمتها بالعربي فندق الجبل الأبيض. وللفندق دي طاقة غريبة إنه يخطفك من حياة الصخب والضوضاء والتكنولوجيا ويرجع بيك لزمن ما قبل عصر السرعة. فزي ما قلنا الفندق ده ما فيهوش حاجة اسمها كهرباء ولا موبايل ولا أي حاجة من عصرنا الحالي. كل حاجة هناك من الطبيعة ومن البيئة الصحراوية. يعني الإضاءة كلها من خلال الشموع والفوانيس. والأكل معتمد على الخضروات المزروعة في حديقة الفندق. أما الطهي بقى وتسوية الأكل فهو معتمد على الطرق التقليدية اللي كان بيستخدمها أهل البدو زمان. ولما نيجي نتكلم عن بنيان الفندق وإزاي اتبنى،
فهنلاقي إنه مبني بالحجر الملحي، وده وسط الصحراء على أطراف واحد سيوة. وجدرانه بالكامل مبنية من الرمال والتربة بتاعت سيوة، ودي اللي بيسموها أرغ، ودي بتبقى عبارة عن ملح مغلف بالطين، وتعتبر مادة بناء عازلة للحرارة زي الطوب اللبن كده بتاع زمان. والمادة دي كانت بتستخدم في البناء في سيوة من آلاف السنين، وده بيخلي أدرار رمال كأنه واحة باردة وسط سخونة الصحراء. أما الفندق من الداخل فهو مكون من 40 غرفة، وأبواب الفندق خشبية، وسقف الغرف مصنوع من أشجار النخيل. أما الأثاث اللي مستخدم فكله بدائي من الطبيعة، وبنلاقي حوالين الفندق واحدة من أكبر بحيرات سيوة. وعلى يمينك وشمالك هتلاقي أشجار الزيتون والنخيل اللي خلتك تحس إنك دخلت في فجوة زمنية رجعتك لآلاف السنين ورا. وبسبب مميزات الفندق اللي خلته مختلف عن غيره من الفنادق، لقينا إن سياح كتير بتيجي مخصوص علشان تنزل في الفندق ده، وده علشان تعيش التجربة وتتناغم أكتر مع الطبيعة. وعلى الرغم إن الإقامة في الفندق تعتبر غالية نسبياً، إلا إن فكرته أغلى وأغلى، ووجوده على أرض مصر وأرض سيوة الجميلة مخليه غالي أكتر. فمصر فيها كل أنواع السياحة اللي ممكن تتخيلها، سواء سياحة ترفيهية أو دينية أو علاجية، ولكن اللي اكتشفناه جديد إن في سياحة قادرة إنها ترجعك بالزمن.